7 أكتوبر. هذا اليوم المشهود الذي داس الأطفال لا قبل لهم بالمواجهة وجها لوجه. Türkiye ile İsrail arasında çok ciddi bir diplomasi krizle meydana geldi. Amaç o muhasaranın kaldırılmasıydı. Ama işte 17 yıllık süren muhasaradan sonra bu 7 Ekim başladı. Kendi imkanlarıyla, kendi elleriyle yapmış oldukları aletlerle, edevatlarla bu mücadele yapılıyor 15 aydan beri diyor. Bağlantı yok mu abi? Destek alamıyorlar mı? Gıda. هل يأتي من مصر مساعدة وكيف؟ الحدود الفلسطينية المصرية تم احتلالها بالكامل، لا يوجد الآن أي منفذ إلى مصر. Yani öncesinde zaten o sınır kapısı Mısır, Filistin, Gazze yönetimi altındaydı. Bu son dönemde tamamen işgalciler tarafından orası işgal edildi. Tamamen Siyonistlerin kapıda, Rafah'ın kapısı da onların kontrolü altına girdi ve dolayısıyla oradan herhangi bir şey girmiyor. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أكاديمي فلسطيني من غزة، حضرت إلى تركيا قبل الحرب بأيام، وفي خلال حرب الإبادة الجماعية يعني حضرت الآن إلى مدينة وان في شرق تركيا، وزرنا مع الإخوة الأتراك العديد من المؤسسات، من رجال الأعمال، من التجار، من الأوقاف، من الكتاب الذين يهتمون بالقضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى المبارك. وعقدنا العديد من الزيارات المنزلية لتوصيل رسالة شعبنا وأهلنا الذين يتعرضون لحرب الإبادة الجماعية في غزة والذين يخوضون معركة طوفان الأقصى. وقد وجدنا تفاعلا كبيرا ووعودا كبيرة لإسناد شعبنا وأهلنا في غزة، خاصة من رجال الأعمال والمؤسسات والأوقاف، وحتى في الزيارات المنزلية هناك يعني تقديم مساعدات مالية لصالح شعبنا وأهلنا في غزة.